السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا نبدأ بسم الله وناخدكم وياي ونصلي على النبي وناخدكم وياي جولة في دولة البحرين الشقيقة. انتوا شايفين احنا على الجسر ده، جسر يربط بين اللي هي المملكة العربية السعودية ودولة البحرين. 25 كيلومتر بين اللي هي الدولتين. طبعا بداية اللي هي من الخبر، طبعا اللي هي في المنطقة الشرقية. احنا دي ما نعتبر سفر على اساس احنا سكان المنطقة الشرقية قريبين من دولة البحرين. شوفوا الان باخدكم اياي بالتفصيل خطوة خطوة. السبب ان الكل يعني يحب يتعرف يعني على اللي هي كل شيء، يحب يتعرف على التفصيل ولما يجي وين يروح يعني. الان احنا زي ما شايفين منطقة الدخول الى الجسر. في مبلغ يعني رمزي ندخل فيه. هنا الكابينات، كابينات اللي هي الجوازات، وهنا كابينات التفتيش. في مبلغ زي ما قلت رمزي للدخول من جهة المملكة العربية السعودية، ومبلغ رمزي للخروج من جهة البحرين. وفي نعمل اللي هي تأمين للسيارة، مبلغ بسيط جدا ل3 أيام، أو اللي حابي شهر ممكن يسوي شهر. الآن إحنا من شوي كان البحر خاص بجهة المملكة العربية السعودية. الآن إحنا البحر ده اللي دولة البحرين الشقيقة. شايفين طبعا المعروف البحرين يعني بحر، وأيضا عندهم اللي هي الآن نتعرف على اللي هي البحر كان جميل جدا يعني في الدولتين اللي هي المملكة العربية السعودية واللي هي البحرين. كان البحر مميز جميل جدا أساس النهار يعني، وعندهم أيضا النخيل بشكل جميل جدا. بناخدكم إياه بالتفصيل. الآن إحنا رايحين، أول ما بدينا كده دخلنا محطة الوقود، وبعدين طلعنا منها. بناخدكم ويانا إلى سيتي سنتر، مكان أو مجمع معروف في دولة البحرين. هو يتكون من عدة أدوار، ومكان يعني جميل. الآن نتعرف عليه. هنا دي واحنا رايحين اللي هي سيتي سنتر بنمر على جزيرة الريف، بس أنا ما رحت ليه يعني، من برا بس، على أساس بصراحة الوقت ما يكفي طبعا. بس شوفوا وياي الطريق واحنا رايحين إلى السيتي سنتر. طبعا دولة البحرين معروفة طبعا بجمالها طبعا، وزي باقي الدول، وعندها تطور أيضا في اللي هي المباني. وطبعا البحرين مليئة بالبحر وفي كل جهة يعني، معروفة طبعا. مكان جميل جدا أو دولة جميلة طبعا. المكان هذا هو رايحين إليها. شايفين السيتي سنتر في دولة البحرين، عدة أدوار زي ما انتم شايفين، مكان جميل جدا. شوفوا الآن الممر هذا يودي إلى الفندق اللي هو الميريديان اللي هي في السيتي سنتر. موجود عندهم الشجرة هذه الكريسماس، على أساس أن الميريديان أتوقع اللي هو فرنسي طبعا. هنا داخلة وياكم كده على التايم أوت. التايم أوت موجود، ليش صورت لكم بالتفصيل؟ على أساس إحنا سألنا لحد ما عرفنا وين التايم أوت. تاخدوا من الفندق الميريديان الدور المصعد رقم 2، وتدخلوا إلى هو التايم أوت. هذا تم افتتاحه جديدا في 2 ديسمبر. أوكي. طبعا في البحرين زي ما شايفين. وش هو في التايم اوت يعني؟ التايم اوت عبارة عن اللي هي مجمع او مكان يعني الى مطاعم. الظاهر انا سمعت كده ان عندهم 10 مطاعم كده. موجود طبعا الياباني والمكسيكي والايراني واللي هي البحريني، ويعني موجود يعني والصيني الظاهر كده. أنا ما قعدت، أنا رحت بس صورت وطلعت. شايفين يعني الحمد لله لما رحت أنا كان بدري على الغداء، فكان لسه يعني ما في زحمة، كان في ناس بس مش زحمة. قلت الحمد لله كويس على أساس صور ليكم. شفتوا جمال المكان طبعا. مسوينا على شكل ديزاين جميل جدا. في عدة جلسات مختلفة، في اللي هي مرتفعة شوية وفي العادية. عجبني اللي هي هذه الأشياء الخشبية، عطى المكان جمال جدا. زي ما شايفين مكان يعني جميل متنوع. اللي حاب يزوره يعني يروح بدري، لأن لما احنا جينا نطلع كان في زحمة. دي اللي هي المطعم الإيراني، عندهم اللي هي معروفين أيضا بالشاي يعني. شوفوا هذا المكان، أنا حبيت أخذ لكم اللي هي
أنا ما أدري التايم أوت يعني إلى قصة أو ينتمي إلى شخص أو في معلومة عنه، لأن هنا لقيت في الجدار. أنا ما ضيعت وقتي بصراحة ولا قعدت أقرأ الكلام ده كله، كلام كبير بصراحة ما حبيت أقرأ، بس الظاهر إلى قصة كده تايم أوت ماركت زي ما أنتم شايفين. فاللي حاب يعني يتعرف عليه يعني يكتب عنه في النت أو أي شيء، بس الظاهر إلى ينتمي لشخص لأن في عدة صور. أوكي، بعد ما طلعنا من اللي هي التايم أوت، جنب اللي هي الميريديان على طول موجود اللي هي الاتش اند ام. أخذت جولة سريعة جدا جدا يعني لحظات، يعني ظهر عندهم دلة بالليل مع ظهر الموضة ولا إيش ما أدري. أيضا اتش اند ام جميل. شوف السيتي سنتر كان فيه تخفيضات، في محلات عندها تخفيضات، بس الظهر ده ما كان في تخفيض أو ليش ما أدري، لأنه كان سريع يعني ما طولت. بس أنا حابة أصور الأشياء اللي هي موجودة جنب اللي هي الميريديان. أيضا كان جنب الميريديان في عندهم هذا زي ما انتم شايفين فرن، يعني مطعم فرن. عندهم هذه كان يعني كان مميزة، يعني أحمر وكده، يعني أشياء جميلة جدا. قلت أبدا ما أحرمكم، لازم أصورها لكم. أيضا كان جنب الميريديان، وهذه اللي هي الخروج من الميريديان. طبعا في تقدر تطلعي لبرا أو إلى المجمع. وكان جنب أيضا ميريديان المحل الإكسسوارات أو اللي هي المكان الجميل هذا. أنا حبيت أعرفكم وش ممكن تلاقي في جنب الميريديان. عقود وأطقم جميلة جدا جدا ما شاء الله. هي بصراحة قالت لي على الاسم، بس هي مش زركون يعني، بس اللي هي أحجار كده، في لون أحمر ولون أزرق ولون أخضر، بس أشياء قيمة على فكرة، وسعرها يعني غالي كده. عارفين ده الطقم أنا سألتها قالت لي 200 دينار، يعني إحنا بالنسبة لنا 2000 بحريني. 100 دينار طبعا يعني 1000 ريال سعودي. أطقم جميلة جدا. ما طولت في المكان على أساس ما يضيع عليكم الفيديو أو ما أتأخر إياكم بالفيديو. يعني الأزرق ده جميل ما شاء الله. كل هذا موجود، اللي صورت لكم كل الأشياء هذه موجود جنب الميريديان. حبينا نمشي شوية في المجمع، مسوين زي ما قلت بعد شوي بتعرفوا. عندهم احتفالات أكلمكم عليها بعد شوي. هنا أيضا مشينا شوية لقينا المحل هذا الإيطالي مختص بالآيس كريم الإيطالي والشوكولاتة الإيطالية. محل جميل جدا. عندهم فرعين، فرع هو قالية، فرع في اللي هي مراسي جاليريا أيضا في البحرين، والفرع هذا في سيتي سنتر. أنا صورت لكم كده اللي في المراسي جاليريا من قبل على فكرة في الآيس كريم. هنا ده اللي يلفت اللي هي في الموضوع كله الألوان. هو قال لي فعلا الألوان تلفت يعني كده. وأيضا حاطين صور على شوكولاتة ما أدري إليها قصة ولا إيش ما أدري، بس هو قال لي يعني كل هذا إيطالي. مكان جميل جدا، شوكولاتة إيطالية، الألوان جميلة جدا، يعني شيء مفرح. حتى لو ما اشتريت كده كفاية إنك تمر عليه كده، مفرح حتى لو واحد ما اشترى. أنا هنا الله يعطيه العافية ما قصر بصراحة وياي. سألت إيش يعني المميز عندكم، يعني لو حابة أتكلم في الفيديو إيش عندكم مميز. وقال لي هو عندهم دي البوكسات، يجوا الناس يشتروا من عندهم هدايا يعني كده. فده عندهم مميز يقول اللي هي البوكسات هذه. ودي قاليد الشوكولاتة دي اللي عندهم دي شايفينها يدوية، على أساس إنه ممكن الباقي في مصنع كده. دي قالي دي شغل يدوي، هو قالي كده الشوكولاتة دي يدوية. والباكيتات هذه جميلة طبعا. أيضا دي الشوكولاتة يدوية طبعا. اللي حاب يتعرف زي ما قلت لكم مكانها في سيتي سنتر في الدور الأرضي بعد الميريديان. يعني شفت أنا أساعدكم يعني، لأن أنا أتعب وأنا أدور، فحبيت ما تتعبوا زيي يعني. أعطيكم الخلاصة. شايفين وما قصر وياي، كان يحب يعني يساعدني يعني ويشرح لي، بس الله يعطيه العافية ما قصر. مكان جميل جدا جدا يعني. ويعني ورحبوا اللي حاب يعرف معلومة يرحبوا فيه بصراحة. وهنا أيضا كانت هنا لقطة في المجمع. هي شوفوا هنا دخلت لكم مجمع تاني، لا لحظة شوي، محل تاني مش مجمع تاني، نفس السيتي سنتر، محل اسمه ريفا. محل أنا أحب ده المحل، هو مسوي تخفيض 50%. ليش أحبه؟ لأنه يجيب يعني للمحجبات
ملابس كده زي ما شايفين للمحجبات، ويعني أشياء واسعة كده، وجاكيتات جميلة عنده وألوان جميلة جدا. شايفين مسوي تخفيض 50%، ما شاء الله. هذا طبعا أنا عجبني، ده ما على التخفيض، بس يعني لما مسكته كده حسيت أقول لكم في عيب شفته لما مسكته كده ثقيل، يعني لو الواحد بيسافر أو كده ياخد وزن في اللي هي، أو اللي حابب يلبسه من غير سفر كده، هو ثقيل على فكرة. حتى في الغسيل يعني ياخد مكان أيضا، فاللي حاب كده يشتريه كده جميل. وعندهم طبعا الأشياء الجميلة الكيوت هذه. طلعت من ريفا، حبيت أخذ لكم صورة من الأعلى، يعني رحنا الدور الثاني، من شوي كنا في الدور الأول الظهر، أو ريفا في الدور الثاني. بصراحة ما عليكم أنا نسيت، بس حبيت أخذ لكم اللي هي المقهى هذا، اسمه مقهى لندن. هو معروف كده بالورود، هو موجود في أكتر من مكان، يعني معروف يتميز بالورود، يعني مسوي ديكوره كله ورد كده، وعنده اللي هي الماء كده، ده ما يعتبر شلال، يعني جلسات على أحواض مائية كده ممكن نقول. شايفين المكان جميل جدا. وأيضا وأنا ماشية صورت لكم الأشياء الجميلة هذه. على فكرة احنا إن شاء الله بنكمل اللي هي سيتي سنتر في فيديو تاني عشان لا تملوا. أنا بصراحة تعبت وأنا أصور، بس ما حابة إنكم يعني تملوا. حبيت بس كده أسوي لكم فقرة بسيطة على بعض المحلات. هنا الآن إحنا نبارك للي هي دولة البحرين الشقيقة باليوم الوطني. في شهر ديسمبر هو العيد الوطني لدولة البحرين الشقيقة. شوفوا أنا تعبت حتى من الكلام. على العموم طبعا تعتبر البحرين طبعا مقربة لنا، فاحنا الكل طبعا يحب البحرين بصراحة. يعني هو ممكن حد يسأل ليش باللون الأحمر، طبعا شايفين علم البحرين في اللون الأحمر، فصاير كل حاجة باللون الأحمر. بلدة جميلة ودولة جميلة، واللون الأحمر كان بصراحة شيء خيال جدا، نتكلم عنه في الفيديو التاني. ما